بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا مشاهدينا في كنوز قرآنية، نستكمل حديثنا ووقفاتنا مع كنوز القرآن الكريم ومع سورة البقرة. وحلقة اليوم نتناول فيها الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة، نتعرف على فضائلهما وأسرارهما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. مرحبا مشاهدينا مرة أخرى، حياكم الله شيخنا أستاذنا عثمان بندو في هذا اللقاء. الله يبارك فيكم شيخ، جزاكم الله خيرا. آمين، الله يبارك فيكم. شيخنا، كنا ذكرنا في حديثنا عن سورة البقرة أنها نور أوتي النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها كنز تحت العرش تدخل فيها هذه الآيتين. هل هناك من الفضائل أو من ما جاء من غير هذه الفضائل؟ نعم. النور كما ذكرنا لما جاء الملك قال أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. وكنز من تحت العرش حديث أبي أمامة أن 4 أنزلنا من كنز تحت العرش، الفاتحة وآية الكرسي وخواتيم البقرة وسورة الكوثر. وكذلك ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعقبة بن عامر رضي الله عنه أن يقرأ هذه الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة فإنهما كنز من تحت العرش. وكذلك جاء في حديث آخر وصية النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل أعطاه الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة من كنز تحت العرش. قال النبي صلى الله عليه وسلم فتعلموهن وعلموهن نساءكم وأبناءكم فإنهما صلاة وقرآن ودعاء. نعم. وهذا حديث حسن اختلف العلماء فيه، ولكن هناك من صححه وحسنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوصى بحفظهما وطلب من الصحابة رضي الله عنهم من أمته أن يحفظوهما. الإنسان يحفظهم لنفسه، يحفظهم هو ويزيد يحفظهم الأهل والأولاد. لماذا؟ لما فيهم من البركة ومن التحصين كما سنرى إن شاء الله. جميل، ما شاء الله، بارك الله فيكم شيخنا. في حادثة الإسراء والمعراج لما أسري بنبينا صلى الله عليه وسلم مكة إلى بيت المقدس، ثم عرج به إلى السماء العليا، إلى السماء السابعة، ثم إلى سدرة المنتهى، أعطيات. نعم. كان من ضمنها آيتي سورة البقرة. تفضل شيخنا. وهذا دليل على فضلها، لأنه الله عز وجل لما يعرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إليه سبحانه وتعالى في الملأ الأعلى ويعطيه هناك أعطيات، فكان كثير من الأعطيات أعطيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الأرض، ولكن أن يعرج به في ذلك في الملأ الأعلى ورب سبحانه يعطيه هذه الأعطيات دليل على عظم هذه الأعطيات. نعم. والدليل على عظمها أن الذي أعطي معها عظيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطي الصلوات. نعم. 5 فرضت في السماء. وأعطي خواتيم سورة البقرة. وكذلك أعطي عطية عظيمة أن يغفر لمن مات من أمته لا يشرك بالله شيئا، المقحمات. الله أكبر. نعم.
المقحمات اللي هي الكبائر، كبائر الذنوب التي تقحم صاحبها في النار. فربي سبحانه يغفر لكل من مات لا يشرك بالله شيئا، يغفر له، سواء يغفر له ابتداء مصداقا لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يحب ربي سبحانه هو الأعلم، هو الأعلى، هو القدير، هو اللطيف، هو الخبير. ربي سبحانه يريد أن يغفر لفلان يغفر له ابتداء، أو يدخل إلى النار بمقدار ذنوبه وكبائره ثم يخرج منها ويدخل إلى الجنة. الله أكبر، بارك الله. نعم. فشوف هذه الأعطيات، الصلاة من، والمغفرة مغفرة الكبائر من، وفي الوسط آيتين. فتريح تتفكر وتسأل، يعني شوف عظم هذه الآيات، يعني لا حتى جت في منزلة واحدة مع الصلاة ومع مغفرة الكبائر، فدليل على أنه هذه وسماها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة وقرآن ودعاء، وهي آيات المغفرة كما سيأتي، كانت فرجا على المسلمين كما سيأتينا إن شاء الله. فدليل على عظم هذه الآيات لمن حفظها وتمسك بها وقرأها في يومه أو في ليلته. جميل جدا ما شاء الله. شيخنا، أمة المسلمين ولا أمة نبينا صلى الله عليه وسلم ميزت وفضلت عن باقي الأمم. نعم. وفضلت بأشياء ومنها هذه الآيات. نعم. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم فضل بهذه الآيات هو خاصة، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يحب لأمته أن تنال هذا الفضل. نعم. ففي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر تفضيل هذه الأمة بثلاث خصال. الأولى أن الأرض جعلت لنا مسجدا وتربتها لنا طهورا، يعني الإنسان وين الحقات الصلاة يصلي عادي، يفرش ويصلي، أو يصلي فوق التراب عادي لأنه التراب طاهر. نعم. وكذلك تربتها طهورا، لما لقاش الماء يتيمم، سهل يعني. ربي سبحانه فضل هذه الأمة ويسر لها ورفع عنها الحرج. ثم الثانية جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة. الملائكة في الملأ الأعلى حين يصلون صفوفا، فكذلك هذه الأمة تصلي كالملائكة، وهذا تشبيه وما أجمله من تشبيه. يعني حتى تكون ربي سبحانه يريد أن يجعلنا كالملائكة حتى يعني ننال الحظوة كما نالوها هم في الملأ الأعلى إن شاء الله. والفضل الثالث هو هذه الآيات الأخيرة من سورة البقرة، فضلت بها هذه الأمة عن غيرها من الأمم. سبحان الله، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، فضائل عظيمة ما شاء الله. نعم. شيخنا، إضافة إلى كل هذه الفضائل، ما علاقة هذه الآيات بالتحصن؟ هذه أصلا كيف يحمي الإنسان بها نفسه؟ نعم. هذه الآيات من الآيات اللي حصن بها الإنسان نفسه من كافة الشرور. من كافة الشرور. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الله عز وجل كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق. فمن هذا الكتاب أنزلت إلينا آيتان، هذه الآيتين من خواتيم سورة البقرة، فمن قرأهما في ليلة لم يقرب تلك الدار، لم يقربها شيطان 3 ليال. نعم. فاللي ما قدرش يقرأ سورة البقرة يقرأ الآيتين، يقرأ هذه الآيتين الأخيرتين كل ليلة، فمن قرأها 3 ليال لم يقرب تلك الدار شيطان. فإنسان يحصن نفسه من شرور شياطين الإنس والجن بهذه الآية إذا قرأها في كل ليلة. ما شاء الله ما شاء الله. شيخنا، الآيتين من البقرة فيهن الكفاية، معنى الكفاية. نعم. ورد في ذلك حديث صحيح. نعم. وعظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني تركها يعني لفهمنا. نعم. يعني وين حطيت هذه الكفاية تجدها. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين الأخيرتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه تكفيك. منين تكفيك؟ العلماء توسعوا في هذا الفهم، فقالوا تكفيك من كل الشرور. خلاص تقراها راك مهني، تقراها في بداية الليل تهنى، راك محمي، راك محفوظ، راك محصن. وقال بعضهم تكفيك من كل الآفات، حتى الآفات الدنيوية. نعم، تكفيك وتحميك.
وقال بعضهم تكفيك من الأعمال في الليل، من الأعمال الصالحة، وقال بعضهم تكفيك من قيام الليل. جميل. وورد في ذلك أثر عن أحد الصحابة أن من قرأ في ليلة بخواتيم سورة البقرة أجزأت عنه قيام ليلة. الله أكبر. نعم. فكأنما من قرأ في ليلة بخواتيم سورة البقرة أجزأت عنه قيام ليلة. فكأنه قام ليلة كاملة إن شاء الله في الجزاء وليس في الإجزاء كما روى ذلك ابن تيمية رحمه الله. جميل ما شاء الله. فمن قرأها تكفيه وتحميه وتحفظه من كل الشرور والآفات وتكفيه، يعني هو يقرأها وينام ويكتب له قيام ليلة بإذن الله سبحانه وتعالى. جميل جدا ما شاء الله تبارك الله. شيخنا الوقت يداهمنا، يعني نقف عند هذا الكنز إن شاء الله، كنز الأخير في هذه الحلقة. هذه الآيتين كانتا فرجا ورحمة للمسلمين. كيف ذلك؟ قصة ورد في ذلك قصة رائعة. نزلت الآية التي قبلها وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. فوجد الصحابة في أنفسهم وجدا شديدا، يعني قالوا له الرسول صلى الله عليه وسلم كلفنا بالأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد، روح نجاهد بالسيوفنا ونموت نطيق ذلك، ولكن هذه التي في الأنفس لا يعلمها إلا القلوب، يعني في القلوب يعني صعيبة. يعني الإنسان قد يفكر بأشياء لا يرضاها الله عز وجل وصعب أنه يتحكم فيها. نعم. الصحابة وكأنهم وجدوا في حزنا شديدا. نعم. فجاءوا النبي صلى الله عليه وسلم فجثوا على ركبهم. يعني من قوة الآية. كيفاش كان القرآن يتنزل وكيفاش كانوا يفهموها. حتى تفاعل الصحابة مع القرآن عجيب. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لا تقولوا كما قال بنو إسرائيل سمعنا وعصينا، قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فقالوها فلانت بها ألسنتهم. فبعد ذلك لما رأى الله عز وجل من سمعهم وطاعتهم، شوف الصحابة رضي الله عنهم ما كاش ليوصل للمرتبة تاعهم، مرتبة عظيمة جدا. يعني شافوا في أنفسهم أنهم ما يقدروش، صحيح قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم قولوا سمعنا وأطعنا، قالوا سمعنا نسلم سمعنا وأطعنا. فالله عز وجل يسر عليهم وخفف عليهم فنزلت هذه الآيات. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. يعني وبعد ذلك تطلب ربي سبحانه وربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. يعني نحن نخطئ يا رب ونذنب فاعف عنا واغفر لنا وارحمنا. فكانت فرجا ورحمة على المسلمين وعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. جميل جدا. شيخنا الفضائل كثيرة والوقت ضيق، لذلك يعني نحن الآن سنتوقف هنا آسفون، ونتمنى أن نتواصل أكثر، لكن الوقت دائما يداهمنا. فلنا لقاء معك جديد متجدد بإذن الله في حلقة قادمة. كذلك مشاهدينا نلقاكم في حلقة قادمة وكنوز قرآنية جليلة. لا تبتعدوا كثيرا، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.